سمعني. مرحبا ألفت، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ بيكي حبيبي بدي منك خدمة، ما عم تسمع الكلمة أبدا وقاعدة 24 على التلفزيون. بدي منك خدمة إنه يزن وزين يتحكموا ليوم كامل، يعطوها أحكام وبدها تنفذها هي. ما عم تسمع كلمتي أبدا. رح نبعث لك أحكام ويزن وزين رح يطلبوها. مشان ماما فينا نتحكم فيها. طيب يلا شو أول حكم أنا تلبس حجاب وتمشي بالشارع. الحجاب وتمشي بالشارع؟ ايه يا كثير هذا حلو الفيديو تبع يا زوجي، كثير بحبه. خلود بابا. نعم لك بابا. ليش طول النهار بابا على الموبايل ما عم تلعبي معنا، لا عم تلعبي مع اخوك يا احمد؟ ترى اغراض البيت ليش هي هون حاطينها وهي هون مالك شايله شيء؟ بابا دائما خلوه اتفرج على الموبايل، بدي اتفرج. بابا ما قصدي تتفرجي على الموبايل، بقي يومين بس 3 تفتح المدرسه الروضه، انت مجهزه شيء دارسه شيء للمدرسه قبل الروضه؟ لا. لكن شو قاعده طول النهار على الموبايل؟ الان لما نروح لعندها هي بدرسنا. هي بتدرسكم؟ والله الله انا وماما لاقينا عقاب، تعي ماما مو بدنا هي طول نهار على الموبايل، انا عندي طلعي انا عندي عقاب لها، ابعتي لها لخالي عالم الفت، خلي امه ليزن وزين يتحكموا بخوخها يوم كامل. والله خلي يزن وزين يتحكموا فيها، ايش ما بدهم يطلبوا احكام؟ بابا لا لا ايه تستاهلي عشان تتمي على الموبايل، يا يزن وزين خلي تروحي ابعتي لهم انت، خلي ايش ما بدهم احكام يطلبوها من خوخها وخوخها بدها تنفذها، مشان تعرف تضل طول النهار على الموبايل. ماشي يا خلود؟ هلا بتشوفي ايش بده يطلبوا منك يا زن وزين. ايه اسمعي. سمعني. مرحبا ألفت، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ بيكي حبيبي بدي منك خدمة، ما عم تسمع الكلمة أبدا وقاعدة 24 على التلفزيون. بدي منك خدمة إنه يزن وزين يتحكموا ليوم كامل، يعطوها أحكام وبدها تنفذها هي. ما عم تسمع كلمتي أبدا. رح نتحكم فيها. ليه؟ تعال هون. بس هو استنوا يعني بدنا نحله. طب شلون بدنا نتحكم فيها؟ عندكم احكام؟ انا عندي احكام. بس اول شيء لازم نبعث لخالته صوت انه رح نتحكم فيها. ايه استنى اعطيني جوالي، استنى انا رح احكي معها. مرحبا حبيبتي كيفك؟ يا والله زعلت انه ليكي، بس ليكي انا ما رح احكام، رح خلي يزن وزين هنا يتحكموا فيها. ماشي يلا خلص هلا رح نبعث لك احكام ويزن وزين رح يطلبوها. مشان ماما فينا نتحكم فيها. طيب يلا شو اول حكم انا تلبس حجاب وتمشي بالشارع. الحجاب وتمشي بالشارع؟ ايه هاي اول حكم الها يعني؟ ايه اول حكم تلبس شال وتمشي بالشارع. يلا جد لانه ما عم تسمعي كلمة ماما لازم تردي يعني. عن جد. يا هلا بابا، بدهم يعني البس حجاب وانزل الشارع. إيه بابا. ضحك علي العالم، يقولوا لسه صغيرة حاطة حجاب. مالنا لا بابا، هيك طلبوا هن الحكم وقال لازم تحطي حجاب وتنزلي على الشارع، هلا بتحطي حجاب وبتروحي معي انا وانت بنجيب خبز، ايش رايك؟ يلا يا جوز هلا شوفي شو بدها تحط فوقها حجاب وتنزل معي. وهيك خلودة صارت يا جوز غطيت. هلا الشارع ما بقدر الشارع. ما صار يا بابا، هيك قالوا الحكم، يلا امشي نروح نجيب خبز. هلا يا جوز بصور لكم اياها تحت هي بالشارع عم تجيب الخبز. امشي. أنا زاد مننا يا زوزين. وهلا راح جينا محل الأكلات مشان نشتري، لأنه خلصنا من الخبز هلا جايين على أكلات. شفتوا يا جايز شلون ضحكت علي على اساس تحط حجاب تمشي بالشارع، وعم جابتني على محل الاكلات يا جايز، ما خلتنا نروح نمشي بالشارع عشان العالم يشوفوها. يلا هلا بنروح مع التحدي الثاني يا جايز، بنرجع لكم انا وخوخه مع حكم الثاني. الحكم الثاني انت زين اطلبه، بس ليك ماما ليكم هي بنت حرام لا تطلبوا شغلات صعبه. لا ما حزرتي. ليه؟ طبعا رح اطلب. ليش؟ لانه ما سمعت كلام امها. يا هلا رح تروح تقص فستان تبعها اكثر شيء اللي تحبه. تقص؟ ايه لانه ما تسمع كلامها. تقص اكثر فستان تحبه حرام؟ هلا لا مو حرام. يا هاي الحكم الثاني والله يعني حرام. ما حرام. لا بابا شو بدي انا اقص احلى فستان عندي؟ يا بابا هيك الحكم الثاني، لازم تقصي احلى فستان عندك، انا رايي اجيب لك اياه هون. لا تبكي لا تمثلي، بعرفك انت بتمثلي. يلا وهاي الفستان الزهري. بابا اعطيني انا بقصه.
انت شلون انت ما بصير انا ناقص، انت بس مسكيهم وخذيهم. يا جويز الساعة جديد ما لبستها غير مرتين يا جويز. تستاهلي يا خوخة تستاهلي. وها وي يلا امسكي انت قصي دور واحد بس، لان انت ما صرتي تمسكي المقص. استني يلا قصي من هون هيك. ايوه بعد ايدك هيك بس. ايوه بعد ايدك هي قصي. ايوه كملي قصي لك عشان تعرفي ما تسمعي كلمة. هي ما بسمع كلمة امها يا جوز. انا بسمع كلمة ماما. يلا حطي من هون قصي كمان هيك كله عشان يصير بالنص كلياته الفستان يروح. شوفوا يا جايز صار الفستان عنده شوفتين يا حرام. يلا جاهزة نسمع الحكم الثالث؟ ايه يلا خلينا نسمع الحكم الثالث ايش بدهم. هزي ويزن وزين، والله حرام يعني بالاخير ما لازم تطلبوا شغلات صعبة. هلا رح تتصلي اكثر رفيقتك تحبيها وتقولي لها انا ما بدي احبك، لا تصير رفيقتي. بدك يا حرام عليك على بسيطة يعني اكثر رفيقة هي تحبها لازم تتصل عليها وتحكي لها لا تصيري صديقتي؟ ايه يا بسيطة ما تسمع الكلام. يلا لازم تنفذ هذا الحكم. يلا شلون بدي اتصل برفيقة اقول لها انا بحبك؟ يا جايز بالحكم الثالث لازم تتصل باحسن رفيقة عندها واغلى رفيقة عندها وتقول لها بابا احبك. يلا بمين بدك تتصلي؟ بقي حدا ما بصير ما تتصلي، هيك الحكم. يلا بلينا اتصلي بلينا وهي يا جايز رايحين نتصل هلا برفيقتها لينا. الو شلونك خوخة؟ انا ما بحكي معك. ليه ما تحكي معي؟ لانه دائما بتتاخر على الروضة من الزيت. بس خوخة عطول انا وياكي بنروح على الروضة، ليش اليوم ايه تعطيني بطلتي تحكي معي؟ هيك ما بدي احكي معك. يو يا خوخة سكرت. خلاص بدك تقولوا رفيقتك هي لينا عنك. والله تهربي منك هذا مقلب. يا خوخة انت طيب ما تسمعي كلمة يا بابا وهن سووا هيك الحكم. هلا شو بدها تصيحك بكره هي لينا؟ ما بتصالحني. يا جايز لأنا ما بقى تصيحها ما بقى تحبها لأني خوخات أنا ما بحبك. كلها منك مكتمل. ليكم قبل ما تعطوا الحكم هي اخر حكم، انا ما فيني اخلي البنات يتعاقبوا هالقد، يكفي حرام. شو الحكم الثامن؟ لا تروح برا كمل وسخ بالشارع. سمعتي ايش بدهم؟ يا الله كانت الشارع. يا بابا ما نعلم هن بدهم اياك تنزلي على الشارع وتكنسي الشارع كله، بس يا جايز نحن ما بننزل لاني على الشارع طاول، ما بصير ننزل على الشارع عشان هيك رح اخلي خوخة تشطف درج البناء كله. لا يلا جهزي حالك بدها تشطفي درج البناء، تفضلي معي. يلا بابا هيدي درج بدك تساوي كله من الاول للاخير، ماشي؟ بابا انت من يا دولة، بس صح النظافة كتير كويسة وما تنسوا اللايك والشيك وسبسكرايب على راح اشطف. يلا بدي اروح اشطفي من الاول من فوق، بلشي من فوق. يلا راح اجيب لك مي انا. يلا يا جاز وحطوا لها لخوخة لايك وحطوا لها تعليق وقولوا لها ثاني مرة ما صرت طول النهار ماسكة الموبايل، رايحين نشطف نحن الدرج كله.